السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان هنتكلم عن ممثلة اسمها بهيجة محمد علي، واسم الشهرة ماري باي باي. هي ممثلة مصرية من مواليد عام 1917. بهيجة محمد كانت بتعمل في بداية حياتها في سجن النساء، واتجوزت من سجان زميل لها، ثم انفصلت عنه وعملت كراقصة في الأفراح. وجاء عملها في السينما بالصدفة، فأثناء تصوير يوسف وهبي لأحد مشاهد فيلم المهرج الكبير طلبت منه إنها تمثل في السينما، فأسند ليها دور كومبارس في الفيلم، وبعدها ضمها لفرقة رمسيس المسرحية التي كان مؤسسها، وتعد واحدة من أشهر كومبارسات السينما، واشتهرت بدور الفتاة التي يخاف منها الرجال. وعملت في فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع فؤاد المهندس، واشتهرت بدور فتاة الليل، كما شاركت بأدوار كوميدية صغيرة بالعديد من الأفلام والمسرحيات، إلى أنها استطاعت طبع صورتها في مخيلة الجمهور والانفعال مع ردود أفعالها الكوميدية إذا ما تم مغازلتها في أي من تلك الأعمال. ومن أهم أدوارها كان أفلام النمر والآنسة ماما وجعلوني مجرما ومطاردة غرامية. ماري باي باي أو بهيجة محمد علي ليها أكثر من 50 عمل فني شاركت فيهم، ومنهم كنا نتحدث عن الممثلة الراحلة بهيجة محمد علي، واسم الشهرة ماري باي باي. كان تاريخ ميلادها 29 يوليو عام 1917، وتاريخ وفاتها كان 5 أكتوبر عام 1997. توفيت عن عمر 80 عام. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.